معطيات سارة جديدة ستحدث تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة. تم الكشف عن المستجدات المتعلقة بملف احتياطات الغاز الطبيعي في المغرب، بعدما أشارت عدد من المصادر الإعلامية إلى أخبار سار تصب في اتجاه تحول المغرب صوب منح الدول التي ستكون رائدة في إنتاج هذه المادة الحيوية. في مستجدات ملف الغاز الطبيعي بالمغرب، تم الكشف عن معطيات سارة جديدة ستغير معطيات اللعبة. مناسبة هذا الكلام، ما أعلنت عنه شركة ساوند إنرجي البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب، حيث أكدت بأن المملكة المغربية تمتلك ثورة كبيرة من احتياطات الغاز الطبيعي، وأن ذلك سيساعدها على أن تحقق اكتفاء ذاتيا، بل وتتجه لتصدير الغاز نحو أسواق عالمية. تغيير حقيقي في قواعد اللعبة. في هذا السياق، أوضح غراهام ليون الرئيس التنفيذي لشركة ساوند إنرجي أن المغرب فقد في وقت سابق تدفقات الغاز الطبيعي الجزائري في نوفمبر 2021، والتي كانت تعد أكبر مصدر لها للغاز المستورد إثر اندلاع أزمة دبلوماسية بينهما، واصفا اكتشافات العملاق البريطاني في المغرب بأنها سوف تحدث تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة، وتضع المملكة في الصدارة وتخلق لها ثروة محلية بل وفائض للتصدير. وأكد ليون في تصريح صحفي أنه بالرغم من أن المغرب ما زال يعتمد على الفحم كمصدر للكهرباء، إلا أن ذلك لا يثنيه عن المضي قدما في مشاريع التحول لمصادر الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية. حقل تندرار سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي. في هذا الصدد، أوضح ليون بأن حقل تندرارة المغربي سيمثل دورا جوهريا في تحقيق مستهدفات المغرب العربي، كما تطمح البلاد لتوسيع الأسواق والمعاملات الدولية. وأضاف بأن هناك مشروعان محوريان قيد الدراسة والتنفيذ، يتعلق أحدهما بتزويد الأسواق الصناعية الكبرى بالغاز الطبيعي المسال، بينما الآخر يتضمن تطوير خط أنابيب لإمداد أسواق الكهرباء بالغاز. ومن المتوقع أن يحظى المشروعان بالدعم والتأييد واتخاذ قرار استثماري نهائي في العام المقبل. ونوه إلى أن المشروع الأول سوف يوفر حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز المسال للأسواق الصناعية ستيدفا بدء الإنتاج والبيع في الربع الأول من عام 2024 احتياطات الغاز بالمغرب. من جانب آخر، أكد المتحدث نفسه أن المغرب يمتلك أكثر من 10 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي، ما يعتبر رقما قياسيا. يذكر أن شركة ساوند إنرجي وقعت سابقا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء ONEE اتفاقية ملزمة لبيع الغاز الطبيعي من امتياز تندرارة على مدى 10 سنوات، حيث التزمت الشركة بإمداد المكتب 350 مليون متر مكعب من الغاز سنويا عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي. المغرب يستهلك 1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. يذكر أن المغرب يستهلك حوالي 1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويعتبر من أقل معدلات استهلاك الغاز. إلى ذلك، سيخول استغلال غاز تندرارة الحصول على جزء من حاجياته لتشغيل محطة الطاقة الحرارية لعين بني مطهر وتهدر، فيما قد يكون ميناء الناظور غرب المتوسط محطة لاستقبال وتخزين الغاز المسال المستورد مستقبلا، ليتم فيه إعادته إلى حالته الغازية قبل نقله إلى المناطق الصناعية ومحطات إنتاج الكهرباء.